إعدادي. أهلا ومرحبا ببشوات أولى إعدادي. النهاردة هنحل كده امتحان مع بعضينا. كان مطلوب مننا إن احنا نحله، فبرضو هنحل الامتحان كده ومنه هنراجع برضو على الأسئلة زي ما عملنا المرة اللي فاتت. معانا في امتحان الهندسة دهوت بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كان المثلث أ ب ج يطابق المثلث س ص ع. مثلث أ ب ج. أول سؤال: المثلث أ ب ج يطابق المثلث س ص ع، فإن أ ب قطعة نقط س ص قطعة. نخلي بالنا هنا من الحتة دي، لما يحط لي هنا علامة قطعة، لما يحط لي علامة قطعة أ ب طبعا وس ص هما الاتنين قد بعض. طب احنا هنكتب بقى هنا يساوي ولا هنكتب يطابق؟ قال لي لما يجي الراجل يحط لي هنا علامة قطعة بنختار كلمة يطابق، لكن لو ما كانش حط علامة القطعة كنا اخترنا كلمة يساوي. يعني الإجابة هنا عندنا هتبقى كلمة إيه؟ يطابق. لكن لو كان السؤال مكتوب كده أ ب نقط س ص، في الحالة دي كنت هقول كلمة إيه؟ يساوي. لو ما كانش حاطط علامة القطعة اللي هو حاططها دهيت هنا كده فوقهم، يبقى في الحالة ديت كنا هناخد علامة إيه؟ يساوي. تمام؟ طيب يبقى احنا نخلي بالنا في التطابق لما يحط علامة القطعة ناخد علامة يساوي. اما يحط علامة القطع ناخد علامة يطابق، ما يحطش علامة القطع ناخد علامة يساوي. تمام. وفي الزاوية على فكرة، يعني لما يجي يقول لي قياس زاوية هنا مثلا قياس زاوية أ بنقط قياس زاوية س. تمام. لما يقول لي قياس زاوية أ نقط قياس زاوية س، هنا في الحالة دي أقول له إيه؟ يساوي. لكن لو كان جاب لي السؤال كده زاوية أ نقط زاوية س، تمام، يبقى في الحالة دي هقول له ايه؟ هقول له يطابق. تمام. يبقى نخلي بالنا امتى بنستخدم علامة اليساوي وامتى بنستخدم علامة اليطابق. لما يقول لي قياس في الزاوية بنستخدم علامة اليساوي، ما كتبش كلمة قياس كتب الزاوية يبقى هنستخدم كلمة ايه؟ يطابق. وفي القطعة تمام او في الأطوال لما يجي يجيب لي أي قطعة يبقى أقول له يطابق، ما دام كاتب لي علامة القطعة يبقى أقول له يطابق، ما كتبش علامة القطعة أقول له يساوي. الزاوية المنفرجة تكمل زاوية نقط. السؤال التاني: الزاوية المنفرجة تكمل زاوية نقط. طيب السؤال ده الناس بتتلخبط فيه، هو سؤال بسيط جدا. الزاوية المنفرجة، اختار أي رقم لزاوية منفرجة تعجبك، أي رقم زاوية منفرجة. عارفين طبعا المنفرجة بتكون أكتر من الكام؟ من ال90، مش كده؟ طب زاوية منفرجة قول لي 100 مثلا. مش 100 دي زاوية منفرجة؟ عايز تكمل، تكمل يعني اطرحها من كام؟ تقول اطرحها من 180، صح كده؟ طب لما نطرح 180 ناقص ال 100 يطلع الكلام ده معايا بكام؟ ب 80. طب هنا مش عايزين نكتب درجات، خلاص شوف ال 80 دي نوعها ايه؟ هتقول لي ال 80 دي نوعها حادة، يبقى انا هقول له الاجابة بتاعتي حادة. يبقى الزاوية المنفرجة تكمل زاوية اقول له ايه؟ حادة. يبقى تختار رقم لزاوية منفرجة وتجيب المكملة بتاعتها، تشوف الرقم يطلع بكام، وبدل ما تقول له الرقم لا قول له نوعها بقى. تمام. طيب نيجي للسؤال اللي وراه: المستقيمان الموازيان لثالث. طبعا السؤال ده من الأسئلة المهمة اللي بتتكرر كتير في الامتحان، بيكون مالهم متوازيان. مستقيمان، تمام، هما الاتنين بيوازوا واحد تالت، يبقى التلاتة بيوازوا ايه؟ بيوازوا بعض، يبقى المستقيمات كلها متوازية. طيب بيقول لي السؤال الرابع: إذا كان قياس زاوية ب بيساوي 60 درجة، فإن قياس زاوية ب المنعكسة. طبعا احنا عارفين المنعكسة بنطرح الرقم من الكام؟ من ال 300 وإيه؟ و60. هتقول لي طب يبقى 360 هنشيل منها كام؟ ال 60، يتفضل عندنا ال 300. تمام، يبقى الإجابة بتاعتي 300. نيجي للسؤال اللي وراه بيقول لي: في أي مثلث توجد زاويتين حادتين على الأقل؟ لأن احنا طبعا سواء المثلث اللي هو الحاد الزوايا بيبقى فيه 3 حادة، القائم الزاوية فبيبقى فيه زاوية قايمة واتنين حادة، تمام، المنفرج الزاوية بيبقى فيه زاوية منفرجة واتنين حادة. فعشان كده أي مثلث في الدنيا لازم يكون على الأقل فيه اتنين حادة، والتالتة بقى يا تكون يا إما حادة يا تكون قايمة يا إما تكون منفرجة. فأي مثلث يوجد زاويتين حادتين على الأقل. ويلا كده نشوف مع بعضينا كمان سؤال. هنا بيقول لي إذا كان المثلث، طبعا بيقول لي أكمل. إذا كان أول سؤال:
إذا كان المثلث أ ب ج يطابق المثلث س ص ع. قال لي قياس زاوية أ ب40. أ دي ب40 وجيم بكام؟ ب60. وادي جيم دي ب60. احنا عارفين ان مجموع زوايا المثلث بتساوي 180. 40 و60 يبقوا 100. من ال180 يتفضل 80 تبقى ب بكام؟ ب80. يبقى انا كده عرفت الثلاث زوايا بتوع المثلث. انا بمجرد ما عرفت زاويتين بعرف اجيب الزاوية الثالثة، اجمعهم واطرحهم من 180. طب هو عايز قياس زاوية ص. الله، هو طالب مني قياس زاوية ص. طب ما هي ص دي قد مين؟ هتقول لي ص قد ب، يبقى ص دي هتكون بكام؟ ب80 درجة. نيجي للسؤال التاني، بيقول لي مجموع قياسات الزاوية المتجمعة حول نقطة. أقول له بتساوي 360 درجة، ودي طبعا من المعلومات اللي احنا عارفينها. نيجي للسؤال التالت، بيقول لي إذا قطع مستقيمان متوازيان، تمام، فإن كل زاويتين متبادلتان. طبعا احنا عارفين إن الزوايا المتبادلة بتكون مالها؟ متساويتان في القياس. تمام. طيب الزوايا المتبادلة طبعا احنا عارفين ان هي بتكون متساوية في القياس. الزوايا المتناظرة بتكون متساوية في القياس. الزوايا المتداخلة بتكون متكاملة اللي هي بتكون على شكل حرف يو، وبيكون مجموعهم 180 درجة. طيب رابع حاجة هنا بيكلمني في حالة من حالات التطابق، واحنا طبعا عارفين ان حالات التطابق لازم نكون احنا حافظينها. تمام. طبعا احنا عارفين هنا الحالة بيقول لي يتطابق المثلثان القائمة الزاوية إذا تطابق ضلع وإيه ووتر. في المثلث القائم الزاوية بتطابق ضلع وإيه ووتر. وطبعا ما ينفعش تكتب كده بس، تقول لي مع نظائرهما في الإيه في المثلث الآخر. تمام. مع نظائرهما في المثلث الآخر. لازم تكمل الإجابة بتاعتك. تمام، تكمل الحالة مظبوط. يبقى طبق المثلثين القائمة الزاوية إذا طبق ضلع وإيه ووتر مع نظائرهما في المثلث الإيه الآخر. طيب بيقول لي هنا عدد المستطيلات في الشكل المقابل. طب هنا دي واحد ودي اتنين ودي كده إيه تلاتة، دول تلات مستطيلات، وده كده تمام مع بعض يعملوا مستطيل، يبقى كده دولت كده أربعة. وده تمام وده اللي هو التاني والتالت يعملوا مع بعض مستطيل، يبقى ده كده إيه خمسة. والكبير خالص اللي هو اللي شايلهم ده كده تمام، يبقى اللي شايل التلات مستطيلات يبقى كده ستة. يبقى عدد المستطيلات دولت ست إيه مستطيلات. يلا نشوف كده مع بعضينا كمان سؤال. طبعا نيجي بقى كده للسؤال دوت اللي هو سؤال هنا عندي. زي ما اتفقنا ان احنا اول لما نلاقي الرسمة فيها مثلثين اعرف ان المسألة دي مسألة تطابق. تمام. يبقى احنا متفقين كده مع بعضنا ان اي مسألة ألمح فيها مثلثين يا شباب أعرف إن دي مسألة إيه تطابق. وأي مسألة تطابق زي ما اتفقنا بنعمل الآتي. إيه هو؟ بنيجي كده اهوت نكتب المثلثين. تمام. بنعمل كده المثلثين ونكتب كلمة فيهما. تمام. وزي ما اتفقنا بنكتب واحد اتنين تلاتة. تمام. وبعد كده نيجي نقوله يبقى المثلث يطابق المثلث، ونقوله وينتج أن. تمام. ونعمل واحد اتنين تلاتة. تمام. طبعا الكلام ده هيبقى تحت منه. تمام. بس يعني احنا هنكتب دولت كده تحت ده كده اهو، بس طبعا عشان مفيش هنا مكان. يبقى على طول كده اول ما بيجي لنا اي مسألة تطابق بنبدأ نعمل الكلام ده اهو. يبقى بنكتب اسم المثلثين، وعادة اسم المثلثين بيكون هو مديهم لي اهو. هاخدهم زي ما هو كاتبهم ألف ب د. تمام. وجيم ب د. ادي المثلثين اهم. تمام. وزي ما اتفقنا كده بناخدهم حرف حرف. تمام. حرف قصاد حرف. تمام. ولو متعلم عليهم بكتبهم هنا، لو مش متعلم عليهم بكتبهم هنا. اللي مش واخدين علامات زي بعض بكتبهم في ايه في ينتج عنه، اللي واخدين علامات زي بعض بكتبهم في ايه فيهم. طب اول حرف هنا الف واول حرف هنا جيم. هل الف قد جيم واخدين علامات زي بعض؟ هتقول لي لا، زاوية الف مكتوب فيها 70 بس زاوية جيم مش مكتوب فيها نفس الرقم ولا واخدين نفس العلامات، يبقى هكتبهم فين؟ هكتبهم هناك. يبقى حاجة اقول له هنا اهوت هناك. يبقى قياس زاوية الف تمام بتساوي قياس زاوية ج. تمام. قال لي طيب يبقى زاوية أ بتساوي قياس زاوية ج. طيب هناخده تاني حرف. تمام. يبقى تاني حرف عندنا
تاني حرف عندنا هنا اهوت هنقول له ب، وتاني حرف هنا ب. طب هل زاوية ب هنا اهوت في الرسمة زي زاوية ب واخدين علامات زي بعض؟ هتقول لي لا مش واخدين علامات زي بعض، يبقى هروح اكتبهم برضو فين؟ هروح اكتبهم هناك. يبقى هقول له قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ايه؟ ب. تمام. طيب قال لي دولت كده اهوت ما هماش واخدين علامات زي ايه؟ زي بعض، يبقى هنكتبهم في الجزء الايه؟ التاني. تمام. طيب نيجي نشوف بقى كده اهوت تالت حاجة هناخده تالت حرف يبقى دال ودال. هل دال واخدين علامات زي بعض؟ هقول له لا برضو مش واخدين علامات زي بعض، يبقى هكتبهم فين؟ هكتبهم في الجنب التاني. يبقى هقول له قياس زاوية د تمام بيساوي قياس زاوية د. تمام. تمام. قال لي طب تعالى بعد كده زي ما اتفقنا بعد ما خدناهم حرف حرف هناخدهم ايه؟ حرفين حرفين. يلا كده يا مستر نشوف اول حرفين. اول حرفين عندنا اللي هم الف ب، واول حرفين هنا ج د. الف ب هل واخد علامة زي ج د؟ اه فعلا الف ب واخد شرطة وج د واخد ايه؟ شرطة. تمام. يبقى نكتبهم هنا. يبقى هقول له ألف ب بيساوي ج د. يبقى هنا بنكتب فيهما الحاجات اللي واخدين علامات زي بعض. هاخد تاني حرفين. تاني حرفين اللي هو ب د وب ايه؟ ب د. طب ب د وب د الله ده همهم ب د ب د هو نفسه. مادام هو نفسه مش هنقوله بقى ب د وبيساوي ب د، هنقوله ب د اسمه ايه يا شباب؟ ضلع ايه؟ مشترك. تمام. يبقى ب د ضلع ايه؟ مشترك. طيب بعد كده هناخده اول واخير مع اول واخير. اول واخير اللي هو الف د مع ج د. الف د مع ج د. تمام. الف د اهوت وج د اهوت واخدين فعلا ده واخد شرطتين وده واخد شرطتين، يبقى هنكتبهم هنا. يبقى هقول له الف د بيساوي ج ايه؟ ج د. تمام. وكده ابقى انا مليت الثلاث حاجات، والثلاث حاجات اللي مليتهم ده عباره عن ضلع وده ضلع وده ضلع. يبقى هقول له ثلاثه ايه؟ اضلاع. تمام. هقول له ثلاثه اضلاع مع نظائرهما فين؟ في الاخر. يبقى دي الحاله اللي انا استخدمتها مع نظائرهما في الاخر. وكده ابقى انا حليت مسألتي مسألة التطابق وما عنديش فيها اي مشكلة. زي ما اتفقنا احنا بنعمل كده. طب فاضل بس الزاوية يا مستر، المفروض ان احنا نكتب الزاوية بثلاث حروف. تمام. زي ما اتفقنا ازاي بنكتب الزاوية بثلاث حروف؟ اهي الزاوية دي اسمها ايه؟ الف. الف اهي بتاعت المثلث الاولاني، فاضل لها حرفين مين؟ ب وايه؟ ودال. تقوم جاي حضرتك جاي كده اهو تكتب ب ودال، واحد قبل منها وواحد بعد منها، يعني كده كده دي كتبت الزاوية هنا ايه؟ بثلاث حروف. يبقى انت لو حضرتك حابب تكتب الزاوية معانا طبعا المفروض ان انت تكتبها بثلاث حروف. طب التانية ب اهي. تمام. ب فاضل لها مين؟ هتقول لي ب فاضل لها الحرف ألف ودال. يبقى ب فاضل لها الحرف ألف ودال، يبقى هنكتب هنا ألف وهنا ايه؟ دال. وهكذا طبعا هنعمل الباقيين ما عندناش فيهم أي مشكلة زي ما عملنا دول. يلا كده نشوف كمان سؤال. طبعا بيتكلم معانا في مسألة تخص الايه؟ التوازي. طيب هنا طبعا هو الراجل بيقول لي ألف ب يوازي ج د. ألف ب يوازي ج د. زي ما اتفقنا ان لما يكون في عندنا توازي ادي الخطين اهم اللي بيوازوا بعض. تمام. ادي الخط الاولاني وادي الخط التاني. تمام. اللي هم بيوازوا بعض اللي قال عليهم. اشوف مين اللي وصلهم ببعض. اللي وصلهم ببعض اهو الخط ده اهو، ده اللي وصلهم ببعض. يبقى انا بحدد الخطين اللي بيوازوا بعض وبشوف مين الخط اللي ايه؟ اللي وصلهم ببعض. طب الخط اللي وصلهم ببعض ده عمل لي حرف ايه؟ زي ما احنا شايفين كده عمل لي حرف ايه؟ زد. تمام. حرف الزد اهوت. تمام. واحنا متفقين ان حرف الزد ده بناخد اللي في البوز هنا بتاع حرف الزد واللي في البوز هنا بتاع حرف الزد. يبقى حاجة اقول له ان قياس زاوية الف تمام بتساوي قياس زاوية ج تمام بتساوي 60 درجة. حلو بالتبادل. يبقى هقول له ان الزاويتين دول بيساووا بعض بيساوي 60 درجة بالايه؟ بالتبادل. تمام ولا في اي مشكلة؟ تمام. قال لي طب عايزين نكتبهم بثلاث حروف. ب طالع منها خط اهوت عند مين؟ سوري ألف طالع منها خط عند ب وطالع منها خط عند ج. تكتب واحدة قبلها وواحدة بعدها. ج طالع منها خط عند ألف وخط عند د. أدي ألف وأدي إيه؟ وأدي د.
طب يبقى احنا كده جبنا الزاوية دي بكام؟ ب60 درجة. الله، دي الزاوية دي مقسومة نصين، يبقى كل نص فيهم بكام؟ هتقول لي يبقى النص ده ب30 والنص ده بايه؟ ب30. طب يبقى حاجة اقول له يبقى قياس زاوية أ ج ه، تمام، بتساوي قياس زاوية ه ج د. زي ما اتفقنا ان احنا بنكتب اللي احنا عملناه. يبقى انا عندي قلت الزاويتين دول بيساووا بعض عشان واخدين علامات زي ايه؟ زي بعض. يبقى هنقسم ال60 عليهم هما الاتنين، يطلع معايا بكام؟ ب30 درجة. طب يا مستر مش اشوف هو عايز ايه؟ من غير ما اشوف هو عايز ايه، انا ببدأ اشوف مسألتي ايه اللي فيها وبشتغل، وبعد كده اشوف هو عايز ايه. طب خلاص كده انا جبت كل الارقام. هو عايز ايه؟ عايز قياس زاوية أ ج د، ده المطلوب الاولاني. اقول له طيب قياس زاوية أ ج د احنا جبناها بكام يا شباب؟ أ ج د جبناها بكام؟ ب60 درجة. تمام، أ ج د ب60 درجة. عايز أ ج ه. أ ج ه جبناها اهو مستر. أ ج ه بتساوي كام؟ بتساوي 30 درجة. وبكده نبقى احنا قدرنا نكتب البرهان بتاعها. ويا اخوانا الموضوع مش صعب، اهم حاجة ان انت تكتب اللي انت عملته بنفس الاسلوب اللي انت عملته في دماغك. يعني ما تشغلش بالك بقى ولا بما ان ولا اذا، زي ما اتفقنا. المهم ان انت كل حاجة انت عملتها في دماغك تكتبها على طول زي ما انت عملتها في دماغك، عشان احنا عايزين نعرف انت حليت المسألة ازاي. طيب تعال نشوف كمان سؤال. طبعا هنا السؤال اللي وراه بيقول لي هنا هو جايب لي طبعا زي ما اتفقنا كوبشة زوايا. تمام، واحنا حتى كمان هيظهر لك دلوقتي فوق الشاشة الحاجات اللي احنا قلنا عليها، التنبيهات اللي احنا قلنا عليها. تمام، الدرس بتاعنا اللي هو اللي فيه اللي بيحل لنا اي مسألة، اللي هو الجزء النظري والجزء المهم بتاعنا اللي في المسائل. هيظهر لك دلوقتي اهوت فوق الشاشة. تمام، ممكن حضرتك تخش تراجعه. طبعا احنا متفقين ان ده كوبشة زوايا، واحنا قلنا ان كوبشة الزوايا بتبقى 360 درجة. ولما بنيجي نستخدم 360 درجة بنقوله ان مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة، تمام، بتساوي كام؟ هتقول لي بتساوي 360 درجة. يبقى كبشة الزوايا عندنا ب 300 وإيه؟ و60. هتقول لي طب يبقى احنا ال 360 دولت هنشيل منهم اللي موجود عندنا. موجود عندنا علامة القايمة دي ب90. تمام، من غير ما هو يقول لي. طبعا بمجرد ما انا شفت العلامة دهيت اللي هي علامة القايمة دهيت، اعرف ان الزاوية دي بكام؟ ب90. وكمان في 55 هنشيلوهم كمان من 360، وكمان في 100 وإيه؟ في 105. كل دوت هنشيلهم من ال 360. هيتفضل عندنا طبعا 90 و55 و105 يطلعوا كام؟ 250. من 360 يتفضل 110 درجة. يبقى معنى كده إن الزاوية اللي فاضلة دي ب110 درجة. طبعا هو عايز قياس ج واو ه. أقول له يبقى قياس ج واو ه اللي هي الزاوية اللي احنا جبناها ب110 درجة. وكده يبقى تمام وما عنديش أي مشكلة وقدرت أحل مسألتي. يلا نشوف كمان مسألة تانية. خلينا نشوف المسألة ديت. طبعا المسألة ديت واضح إن هي فيها زي ما اتفقنا إن هي فيها إيه؟ فيها مثلثين، ومادام فيها مثلثين يبقى المسألة دي مسألة إيه؟ تطابق. طبعا واضح عندنا إن في عندنا علامة إكس. علامة إكس يعني تقابل بالإيه؟ بالرأس. معنى كده إن الزاويتين دولت قد بعض. قال يعني هو مش معلم عليهم، بس انا المفروض ان انا اعلم عليهم، اديهم علامتين زي ايه؟ زي بعض. تمام، يبقى احنا كده عندنا الزاويتين دولت، الزاوية دي تمام والزاوية دي بيساووا بعض بالتقابل بالايه؟ بالرأس. دي حاجة باينة عندنا، احنا مش محتاجين ان هو يقول لنا ايه؟ يقول لنا عليها. قال لي طب، وهنا اصبح عندي هنا على الزاوية دي واخدة علامة والزاوية دي واخدة علامة. تمام، اللي هي زاوية تمام ج قد زاوية ب. الزاوية دي قد الزاوية دي. طب وانا عارف ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس. ومادام في عندنا زاويتين في مثلث بيساوي زاويتين في مثلث آخر، على طول يبقى من غير ما أعرف يبقى لازم يكون الزاوية التالتة في المثلث ده قد الزاوية التالتة في المثلث ده. يعني كمان الزاوية دي قد الزاوية ايه؟ قد الزاوية ده. تمام، يبقى زاوية ألف قد زاوية مين؟ قد زاوية د. ودي حاجة برضو تكون معروفة. يبقى أنا في عندي هنا حاجتين أنا عرفتهم. الزاويتين دول بيساووا بعض بالتقابل بالإيه؟ بالرأس. تمام،
وهو كان مديني الزاوية دي واخدة علامة زي الزاوية دي، قلت له يبقى من غير ما نفكر يبقى الفاضل من مثلث هنا قد اللي فاضل من مثلث هنا، يبقى الزاوية التالتة هنا بتساوي الزاوية التالتة هنا. تمام. قال لي طب وانا كمان اقدر كده اعلم ايه، اعلم عليهم علامات زي ايه، زي بعض، يبقى دي الزاويتين بتوعي ياخدوا نفس الايه، نفس العلامات. تمام. قال لي طب، قال لي يبقى عرفنا ان المسألة ديت مسألة تطابق، وزي ما اتفقنا ان في مسألة التطابق على طول بنكتب المثلثين. تمام. ونعمل فيهما. تمام. ونقوله واحد اتنين تلاتة، وبعد كده هنقوله المثلث يطابق المثلث وينتج أن، ونقوله واحد اتنين تلاتة. تمام. قال لي طب معذرة. طب هنا يا مستر يلا هناخد اسم المثلثين زي ما هو قال لي. المثلث هنا اهوت واحد اسمه ألف جيم ه، ألف جيم ه، والتاني اسمه دال ب ه، دال ب ه. تمام. أخدناهم بنفس الترتيب اللي هو قال عليهم. ويلا كده نشوفوا كده مع بعضينا. زاوية ألف أول حرف مع أول حرف، ألف قد مين؟ قد دال. الله، ده متعلم إيه؟ متعلم عليهم. تمام. يبقى حاجة أقول له قياس زاوية ألف. تمام. بيساوي قياس زاوية د. هكتبهم في الحاجات اللي فوق اللي متعلم عليهم. تمام. هقول له ليه؟ عشان التالتة بتساوي التالتة، احنا جبناها من ان التالتة بتساوي الايه؟ التالتة، الزاوية التالتة بتساوي الزاوية التالتة. طب جيم بتساوي مين؟ بتساوي ب. جيم بتساوي ب، تمام، جيم زاوية جيم بتساوي قياس زاوية ب. حلو الكلام. يبقى قياس زاوية ج بتساوي قياس زاوية ب، وديت هو مديها لي. طب تالت حرف ه بتساوي ه، تمام، نتعلم عليهم زي بعض، يبقى هقول له قياس زاوية ه بتساوي قياس زاوية ايه؟ ه. تمام. اللي متعلم عليهم وكانوا بيساووا بعض بالتقابل بالرأس، دي اللي احنا مطلعينهم. الله، قال لي ايه ده يا مستر؟ خلي بالك ده احنا هنا طلعنا الثلاث حاجات دولت متعلم عليهم، ده ايه ده؟ ده في كمان يا مستر، ده في لسه حاجات متعلم عليها. قلت له ازاي؟ قال لي هنا ما هناخده كل حرفين مع بعض. يلا هناخده اول حرفين، الف جيم. تمام. مين اللي قصاد الف جيم؟ ده ب. الف جيم وده ب متعلم عليهم؟ لا، يبقى هكتبهم تحت، الف جيم بيساوي د ب. تمام. قال لي طب يبقى الف جيم بيساوي د ب. قال لي طيب كلام جميل، مش متعلم عليهم فكتبناهم تحت. يلا نشوفوا تاني حرفين. هتقول لي جيم ه وب ه. جيم ه وب ه متعلم عليهم؟ لا، مش متعلم عليهم، يبقى هنكتبهم فوق. يبقى جيم ب بيساوي جيم ه. تمام. بيساوي ب ه. تمام. يبقى هنكتبهم في اللي تحت عشان مش متعلم ايه عليهم. طب هناخده اول واخير واول واخير. اول واخير اللي هو الف ه، واول واخير هنا اللي هو د ه. قال لي طب ألف ه وأدال ه متعلم إيه عليهم؟ الله، ده المفروض أكتبهم هنا يا مستر في اللي فوق عشان متعلم عليهم. تمام، يبقى المفروض هنا يا مستر هنكتب في اللي فوق إن يطلع ألف ه بيساوي دال ه. تمام. ودي كده يا مستر تبقى الرابعة بتاعته. قال لي طب كده انت عشان خاطر ما يعني الكلام ده المفروض ان هو مش مظبوط. قلت له ازاي؟ المفروض يبقى ثلاث حاجات. طب الثلاث حاجات ايه بقى يا مستر؟ ما ينفعش يكون الثلاث حاجات بتوعي عبارة عن ثلاث زوايا. اكيد زي ما احنا عارفين ان في حالات التطابق في عندنا زاويتين وضلع، زاويتين وايه؟ وضلع. ما عندناش ثلاث زوايا. طب يبقى انا المفروض هاخد زاويتين وضلع، والزاويتين دولت لازم يكونوا على الضلع، يبقى انا المفروض هنا ان الزاويتين اللي اخدهم اللي هم الزاويتين دولت. فانت كتبتهم هنا اربعة، مفيش اي مشكلة. خلاص يبقى انت كده عملت باربعة، بس هم المفروض ان هم ثلاثة. ايه هم الثلاثة دولت؟ تمام. اللي هم الزاويتين اللي هم زاوية ه وه اللي هي بالتقابل بالرأس، وزاوية ألف وزاوية د. ماشي. والضلع ده والضلع ده. تمام. ادي الزاويتين وايه؟ والضلع. تمام. قال لي طب لكن طبعا احنا كده عملنا هنا اربع حاجات، ويبقى هنا التالتة ديت ملهاش لازمة، يبقى احنا كده هنشيله
الشرط التالت هنا. تمام، بس هقول له طبعا تبع انهي حالة. هاجي اقول له دي تبع حالة اللي هي ايه، زاويتين وايه وضلع. يبقى هقول له زاويتين وايه وضلع واصل. تمام، مع نظائرهما في الاخر. يبقى احنا هنا عملنا الشروط 4 حاجات. تمام، مفيش اي مشكلة ان احنا زودنا في الشروط، الحاجات دي كلها موجودة، وقللنا في النواتج. المهم ما احنا استنتجنا ان في زاوية بتساوي زاوية، اللي هي الزاوية التالتة دي بتساوي الزاوية التالتة. وزي ما اتعلمنا ممكن نكتب الزوايا ب3 حروف زي ما اتعلمنا، ما عندناش اي مشكلة. ويلا نشوف كمان سؤال. عندنا برضو كمان سؤال بيتكلم في التوازي. تمام، طيب بيقول لي هنا ان ب ألف تمام بيوازي د ج. ادي ب ألف اهوت. تمام، وادي د ج اهو. بنحدد الخطين اللي هما بيوازوا بعض، بشوف مين اللي وصلهم ببعض. ادي الخط ده والخط ده اللي وصلهم ببعض عندنا زي ما شايفين اهوت، الخط اللي هو مين، ب ج. تمام، كده عمل لي هنا حرف ايه، قلت له حرف زد. يبقى معنى كده ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالايه، بالتبادل. تمام، يبقى معنى كده ان الزاوية دي هنا هتطلع بكام، ب55 درجة. يبقى انا حاجة اقول له هنا، يبقى قياس زاوية ب، قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. تمام، بتساوي 55 درجة من حرف الزد اللي احنا بنسميه بالايه، بالتبادل. طبعا اوعى حد يستخدم هنا حرف اليو، يعني ما ينفعش حضرتك هنا تستخدم حرف اليو اللي هو ده. تمام، اللي هو موجود هنا ده حرف اليو ده. ليه؟ عشان الخط د ه والخط ب ج دولت مش بيوازوا بعض، فما ينفعش تستخدم حرف اليو. يعني ما يجيش واحد يجي يقول له مثلا من حرف اليو ده، طب الزاوية دي ب125 هتروحها من 180 هتديني 155، يبقى جيم دي ب155 بالتداخل. في الحالة دي هيبقى الكلام ده غلط. ليه؟ عشان دولت مش بيوازوا بعض. ده هو هنا بقى بيسألني بيقول لي هل ده بيوازي ده ولا لا. بيشوفني كده، هل يا ترى اقدر اقول ان الخط ده بيوازي الخط ده ولا لا. طب وانا هعرف منين، ما هم ما قاليش ان هم بيوازوا بعض. تمام، قال لي طب بس وبرده ما عليهمش علامات توازي. بس انا لو لاحظت على الخطين اللي هو قال لي عليهم دولت، تعالى كده نشوفوا كده الخطين اللي هو قال لي عليهم. لما نيجي بس كده نمسح الكلام دوت كده، وتعالى كده نشوف الخطين اللي هو قال لي عليهم ان هم عايز يثبت ان هم بيوازوا بعض. طب اللي هو الخط ده، تمام، والخط ده. تمام، هتشوف الخطين اللي هو بيقول لك شوفهم بيوازوا بعض ولا لا. هتشوف الخطين دولت مين اللي وصلهم ببعض. هتقول لي اللي وصلهم ببعض دول. طب عمل لي حرف ايه، هتقول لي عمل لي حرف يو. تقول لي ما احنا ما ينفعش نستخدمه عشان ما فيش توازي. اقول لك بس انا هنا هستخدمه بالعكس. هستخدمه بالعكس ازاي؟ احنا قلنا ان زاوية ب دهيت زاوية ج دهيت، تمام، كانت بكام؟ ب55. صح؟ مش احنا جبناها من زاوية ب تساوي زاوية ج بتساوي 55. هتقول لي طب دي الزاوية دي ب125 والزاوية دي بكام؟ 55. لما نيجي نجمعهم مع بعض هيطلعوا ب100 وكام؟ و80. والكلام ده ما يحصلش إلا غير لما يكون في عندنا توازي، لأن الكلام ده بحرف اليو. يبقى أنا هكتبها له إزاي؟ حاجة أقول له ده أنا عندي قياس زاوية د، لو جمعتها على قياس زاوية ج، تمام، هلاقيهم ان هما 125 زائد 55 هيطلعوا معايا بيساوي 100 180. هقول له وهم في وضع تداخل. يعني ايه هم في وضع تداخل؟ يعني هم الاتنين قاعدين جوه حرف يو، ومادام قاعدين جوه حرف يو والزاويتين دول مجموعهم 180 درجة، الكلام ده ما يحصلش الا غير لما يكون د ه بيوازي ج ب. تمام، يبقى انا حاجة اقول له يبقى نعم د ه بيوازي ج ج ب. ليه؟ عشان احنا قلنا ان زاوية د قد زائد زاوية ج بيساوي 180 وهم في وضع تداخل. تمام، طيب يلا كده نشوف مع بعضينا كمان سؤال. السؤال ده بيتكلم في الإنشاءات الهندسية.
بيقول لي باستخدام الأدوات الهندسية ارسم زاوية أ ب ج قياسها 90 درجة ثم نصفها. طب باستخدام الأدوات الهندسية هنرسم زاوية 90 درجة. طبعا أنت عارف إزاي بترسم الزاوية 90 درجة. هنرسم خط كده أفقي، تمام، ماشي كده، وهتيجي حضرتك بالمنقلة وتقف وتقيس زاوية 90 درجة، أو طبعا من الزاوية 90 درجة فمش محتاجة، فأنا بالمسطرة اهوت، تمام، هرسم إيه؟ هرسم على الخط بتاعي اهوت. أدي الزاوية بتاعتي اللي هي 90 إيه؟ 90 درجة. الزاوية دي اسمها ألف ب ج. يبقى دي ألف ب ج، أدي زاوية قايمة بكام؟ ب90 درجة. تمام، أديني رسمت الزاوية القايمة بتاعتي. طب بيقول لي عايزك تنصفها. طبعا احنا بننصف الزاوية ازاي؟ بننصف الزاوية باستخدام البرجل. ازاي؟ يلا كده نشوف مع بعضينا. البرجل بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، ادي البرجل بتاعنا اهوت، تمام. هنجيبه وهنقف هنا، هنركز بالسن الحديد، تمام، عند الرأس اللي هي ب. يعني زي ما احنا شايفين كده، ادي البرجل بتاعنا اهوت، تمام. هنجيبه هنا بالسن الحديد، تمام، وهنركز بيه عند الرأس ايه؟ عند الرأس ب، اللي هي الزاوية اللي هتتنصف، تمام. وبنجيب بقى البرجل بتاعنا ونفتحه فتحة مناسبة كده، ونبدأ نرسم قوس، تمام، يقطع الضلعين بتوع الزاوية زي ما احنا شايفين كده، تمام. يبقى احنا كده رسمنا بالبرجل بتاعنا، تمام، وقفنا عند الرأس ب واخدنا قوس، تمام. جبنا الزاوية بتاعتنا، وقفنا عند الرأس بتاعتي ب بالسن الحديد، واخدت قوس بالبرجل يقطع الضلعين بتوع الدائرة. طب بعد كده طبعا بقوم جاي واخد البرجل بتاعي وابدأ احطه مكان ما اتقطعوا هنا، تمام، ماشي كده، ادي المكان اللي اتقطعوا فيه، وابدأ افتح البرجل بتاعي لحد المكان التاني، تمام، يعني تقريبا كده لحد ايه؟ لحد المكان التاني، تمام. يعني احنا نقف كده مكان ما احنا عملنا، تمام، ونفتح فتحة مناسبة كده او لحد المكان التاني، يعني كده، يعني الفتحة بتاعت البرجل بتكون قد المقاس اللي احنا عملناه، تمام. طيب، وبنيجي كده اهوت، هنغير حتى كمان اللون بتاع البرجل، وهنيجي كده نبدأ نتحرك بالبرجل بتاعنا، تمام، ونيجي نروح كده، احنا زي ما احنا واقفين كده، تمام. هنيجي نتحرك كده بالبرجل، نيجي كده في النص، تمام، ونبدأ ناخد ايه؟ ناخد قوس، تمام، كده بالمنظر ده. يعني احنا كده اهو، ادي البرجل بتاعنا، ماشي كده، نظبطه كده عند المكان ده اللي هو الفتحة بتاعتنا، خلاص. وهنيجي كده ونعمل ايه؟ ونعمل قوس. طيب، بعد ما عملنا كده القوس دهوت، بنيجي ناخد البرجل بتاعنا ونحطه في المكان التاني اللي هو اتقطعنا عنده، اللي هو المكان ده، تمام. يبقى احنا عند المكان الاولاني وعند المكان الايه؟ التاني، تمام كده. اه، ظبطنا ايدينا، وهاجي كده بالبرجل بتاعي، تمام، واجي هنا اعمل ايه؟ اعمل قوس برضو بنفس الفتحة هي ما غيرهاش، تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل قوس، تمام، بنفس الفتحة كده، ما نغيرهاش، تمام. القوسين بتوعي اتقطعوا مع بعض كده، خلاص، انا ما عنديش اي مشكلة، البرجل كده اصبح ملوش لازمة بالنسبة لي. القوسين اتقطعوا مع بعض، باجي اجيب المسطرة بتاعتي، تمام، واجي اوصل بقى من اول المكان اللي هو راس الزاوية اللي هو ب، تمام، اطلع بيه بخط لحد المكان اللي هم اتقطعوا فيه، بطول، تمام. يبقى احنا كده قدرنا ان احنا ننصف الزاوية. يبقى كده بالنسبة لنا الزاوية بتاعتنا ده هي اتنصفت. وحتى حضرتك لو حطيت المنقلة هنا هتلاقي الزاوية دي هنا قياسها 45 درجة، وهنا قياسها 45 درجة، تمام. وبكده نبقى احنا حلينا كده نموذج الامتحان، وعرفنا ازاي نعمل الانشاءات كمان الهندسية. وطبعا لو في اي حاجة ممكن تسيبوها لنا في التعليقات ونشرحها لكم تاني، او نعمل لكم فيديو تاني ليها. واشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله.